السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما نبدأ اي شيء عايزين نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. شايفة ان انت عندك رد أذى عن عتبة بيتك، وفي شر ان شاء الله هيخرج مع شخص غريب انت اتعاملت معاه، وكانت معرفته مؤذية ليك، والله أعلى وأعلم. عندك إن شاء الله تحقيق حلم أو أمنية أنت كنت فقدت الأمل فيها، لكن كرم ربنا معاك وأمورك بإذن الله هتتسهل إن شاء الله. أنت جايلك عملية بيع أو شراء، ممكن تكون أنت حاليا متردد فيها. شاور بس المقربين من قلبك وتوكل على الله وخد قرار. الفترة دي بإذن الله أنت عندك طرف تالت بيظهر، ممكن يكون الطرف التالت ده هيكون خروج ليه، هيخرج من علاقتك ما بينك وبين الشريك. الشخص ده ممكن يكون كان بيدعي محبتك وصداقتك، لكن انت خلاص اكتشفته على حقيقته. حاول بس انك حصن نفسك من الحسد اللي انت محاصر بيه، وان شاء الله ربنا هيبعد عنك اذى كبير كان قريب منك جدا. الفترة دي انت جالك اتصال مفرح جدا، وفي الخبر ده خبر سعيد، وفي قضاء حاجة كنت بتتمناها من زمان. ممكن تكون ان انت بتتخلص من مأزق وربنا بينقذك من ضيق، فان شاء الله انت جايلك خبر هيخليك تسجد من الفرحة. بلاش ان انت يكون عندك تردد او حيرة، حاول ان انت تخرج من الحيرة دي والتردد ده، وان شاء الله هتلاقي النتيجة حلوة. خليك اكتر توازن واعتدال في تعاملك، وبلاش تخلي حد انه يحبطك كمان او يحبط عزيمتك. انا عايزاك ان انت تصمم على النجاح وتثابر، وان شاء الله في عندك ان الفترة دي بتخليك ان انت تخرج من المواقف والظروف اللي كانت معاكسة معاك او كانت ضدك، يعني بأمر الله كل شيء هيتحل معاك، فما تقلقش. في عندك تسهيل اوراق حكومية تخص المال، وفي سفر بإذن الله قريب جدا. عندك علاقات اجتماعية جديدة او اصدقاء جدد. المهم ان انت في عندك تعامل مع اشخاص، الاشخاص دي هتكون سبب سعادتك. حذر بس من الامرأة دي قريبة منك، احذر منها كل الحذر، لان انا شايفة ان الست دي عايزة تأذيك وعايزة تدمرك، فما تديهاش الفرصة انها تتدخل في حياتك، علشان الست دي عاملة ان هي حبيبة لكن هي عدوة خالص، وربنا يكفيك شرها. الفترة دي عندك بشرة حلوة، البشرة دي خلاص على الابواب، يعني ان شاء الله هتلاقي ان ربنا بيعوضك عن كل شيء حصل معاك في الماضي. ان شاء الله كل شيء هيبقى معاك زي ما تمنيت ودعيت بالظبط، وان شاء الله الاجابة هتكون مصحوبة بعطايا ربك، وهيكون العوض جابر جدا. شايفة ان الفترة دي هيكون في عندك تعويض من ربنا سبحانه وتعالى هيجيلك في الوقت المناسب، هترتاح بقى من السنين اللي انت مريت بيها، وهيكون عندك كمان ان ربنا بيرضيك وبيسعدك وبيغنيك كمان، وهيريح قلبك وبالك، ومهما تعثرت سيستجيب بإذن الله. فبلاش ان انت تيأس، لان ربنا قادر على كل شيء. انا عايزاك ان انت ما تترددش عن تعبير عن رأيك بصراحة الفترة دي، حتى لو كنت مقتنع بوجهة نظر اي شيء تاني. انا عايزة اقولك بس هو الخطأ ممنوع. بادر لمصارحة الشريك بأي شيء بيجول في خاطرك من أفكار، فالصراحة هتمهد الطريق قدامك، وده نحو خطوات مستقبلية. انت بتبحث حاليا عن الطرق اللي بتؤمن ليك الحركة الدائمة وعدم الاستسلام للإحساس بالعجز. ما تترددش في طرح وجهة نظرك على الشريك، وخصوصا لو كنت شايف ان الأمور متجهة نحو الأسوأ. المطلوب بس
ان انت لو حسيت بشعور اي وعكة صحية خفيفة، مراجعة الطبيب، وبلاش الاهمال وبالاخص في الصحة. انت عندك ان الفترة دي بتتخلص من هموم ومن متاعب، وبدأت ان انت تتجنب توجيه الكلام يمين ويسار، وبالاخص في العمل. وده منطقي جدا ان انت تعمل على ضبط وتيرة العمل، وعدم التسرع بإنجاز أي شيء علشان تتلاشى بس الأخطاء لاحقا. يعني بدأت تفكر كويس قبل ما تتخذ قرار. انت عندك ان انت بتشعر برغبة، الرغبة دي عارمة لإنهاء عملك بأحسن ما يكون، وفي وقت قياسي كمان. وده بيدفعك للاستثناء. فعليك بس ان انت تكون شخص ايجابي، وما تسيبش الانطباعات السيئة انها تسيطر عليك، بل وقفها. انت عندك ان شاء الله في تحول علاقة لحب كبير. فان لقيت نفسك كمان ان انت بتميل لكسل والبقاء بالبيت، خليك متذكر دايما ان في عالم اجمل بالخارج، وان شاء الله هيحالفك الحظ وهتكون سعيد. الامور معاك هتمشي على ما يرام، وهيكون في عندك ان حياتك باذن الله مليانة سعادة، وهيكون عندك طاقة كافية لعمل شيء مفرح. نصيحتي ليك هي الأنشطة، ومارس الرياضة أو بعض هواياتك، وإن شاء الله هتكون في أفضل حالاتك. في الداخل عوامل بترهقك نفسيا، بس حاول إن انت تخرج، وإن شاء الله هتكون في أفضل حالاتك. قم بواجباتك تجاه الشريك، وضع الصعيد العاطفي، وحاول بس إن انت تتجنب الاحتكاك، وابعد بس عن الأشخاص المشاكسين. الفترة دي في خروج شخصين من حياتك بإذن الله، بس هيدخل أشخاص تانيين. وفي خروج كمان، الشخصين دول هيكون خروجهم مصلحة ليك انت، لان هما بيخلوك ان انت تتراجع، بيشيلوك هموم مش همومك، وبيخلوك ان انت تيأس كتير. اما بقى دخول الاشخاص التانية، فده دخولهم في حياتك هيكون حلو كتير بإذن الله. هيكون في فلوس في ايدك حلوة جدا، وفي عندك زيارة لمكان. انت عندك دعم حلو كتير لحل مشكلة هي كانت سبب ألمك وحزنك وتعبك الفترة اللي فاتت. يعني بفضل الله انت جايلك مساعدة في الخروج من أزمة، وفي سداد دين معلق بقاله فترة. يعني بإذن الله الفترة دي انت جايلك مساعدة من شخص، وهيكون في عندك مال حلو كتير، بس بلاش ان انت تندفع. في عندك شخص بيحبك ومتعلق بيك، واسمه بيبدأ في هنا حرف الألف وحرف الدال والسين والشين والعين والره. انت ممكن تكون قلقان حاليا، قلقان بس تجاه احد افراد اهلك او عائلتك، بس اطمن لان ان شاء الله هينتهي القلق ده قريب جدا، ومن غير رجعة كمان بعون الله. انت عندك تيسير امور وقضاء حاجات، وتوفيق في العمل ونجاحات، واستقبال لبشارات فرح متتالية ان شاء الله. ده غير ان انت جالك بشارات متواصلة وفرح هيدق بابك اخيرا. ده غير الارزاق القادمة ليك ان شاء الله. الفترة دي في دعاء لازم ان انت تدعي بيه كتير جدا، وربي اني مغلوب فانتصر. وان شاء الله هتلاقي ان ربنا بيحقق لك كل شيء انت بتتمنيه. انت جالك مكالمة حسم، في مال، في فرج قريب جدا منك، بس خليك حذر لان في عندك الصديق بيدعي محبتك، لكن هو بيبوح باسرارك لشخص انت على خلاف ما بينك وبينه. فخليك حذر وملاش ان انت تعطي الثقة لحد. ومش كل اللي بيضحك قدامك بيحبك، بالعكس، في اشخاص بيبينوا ان هما بيحبوك لكن هما بيكونوا العكس تماما. ان شاء الله الفترة دي بيكون في اقتراب فرج وفرح قريب جدا، وفي تغيير كامل في حياتك. اما بقى المستوى المادي ففي تغير للاحسن ان شاء الله،
وفي بشرى بانتظارك قريب جدا بإذن الله. بس أهم شيء الاستغفار الكتير والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بحبكم كتير جدا، وبتمنى لكم كل الخير والفرح والسعادة على قلوبكم يا رب.